انا ميان وبعمل ايه؟ بجيب ورقه وقلم وانا اقولك. دي كانت الحلقه اللي فاتت من كورس الرسم للمبتدئين. عايز تشوفها هتلاقي اللينك الحلقه في البايو. يلا بينا نبتدي حلقتنا الجديده. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. بقالي كتير قوي ما طلعتش معاكم كده اتكلم معاكم ونرسم مع بعض كده لايف. انا كل مره ببقى مصوره لكم الرسمه. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. جاهزين النهارده نشتغل؟ جاهزين؟ يلا كراساتكم مقلماتكم، يلا بينا. نرسم النهارده بقى حاجه مختلفه جدا. فاكرين لما عملت في الحلقه ال14 شكل المستطيل طلعت منه شخصيه كرتونيه؟ المرة دي برضو هنتدرب زي ما اتدربنا على حاجات كتيرة في الأشكال الهندسية، واتدربنا على الموج ورسمنا كل الحاجات اللي ممكن نتخيلها. المرة دي بقى هنرسم شكلين هندسيين وهما ايه؟ الدايرة والمستطيل. فيلا بينا نبتدي. مقلمتي المفضلة. المقلمة دي عندي بقى لها سنين سنين، كل ما انوي ان انا استغنى عنها او اجيب حاجة غيرها اقول لا مرتاحش. بجد انا ما برتاحش في اي حاجة تانية غير المقلمة دي. سبحان الله، هي بتبقى راحة رغم ان انا عندي جبت حاجات كتيرة جدا، بس دي اكتر حاجة ارتحت فيها. يلا بينا نبتدي. باينة كده عندكم. ماشي، انا حطيتها هنا كده علشان اعرف ارسمها. بعد كده هعمل شكل المستطيل او مستطيل او هشد خطين كده. هنعمل الايدين بتاعت الشخصيه، واحنا كده رسمنا دايره ورسمنا يعتبر جزء من الايه مستطيل. هاخد من هنا كده خط كأنه الكم، خط كده شبه حرف الر كده، الناحيه التانية نفس الكلام. يبقى ايه؟ احنا هنخرج الخط لبره شويه، نفس الكلام هنا، يبقى على نفس الايه توازن بين الخطين دول. بعد كده هروح قافله الخط دول، الخط ده كده هنعملها ايه؟ رجلين صغننه كده. بصوا، هاخد كيرف كده وكيرف كده، هتبقى رجلين صغننه قوي. تمام، وكده خط من هنا كده زي المثلث. حلو، وفي الاخر خالص هروح عامله ايه؟ شكل الرجل كده. هعمل بقى ايه؟ شكل الايدين. هعمل هنا الخط هنا بتاع الكم هنا كده كده. حلو، وراح عامله ايديها كانها ايه كده. هو الايدين على ايه؟ على بعض. بصوا، بعد كده هنيجي بقى مرحله الشعر. نروح ننزلها من هنا كده، وكده انا يعتبر عملت ايه؟ الشعر. كده فاضل الايه؟ الملامح. خدت كده عشان نرسم هنا الايه؟ العين. خدت كده بقى ان هو ايه؟ حزين كده. طيب نعمل بقى ايه؟ حواجبها طالعه كده. نروح عملنا ايه بقى؟ حواجبها كده. ماشي، ايه كمان بقى ناقص نعمله؟ كده هنعمل لها نضاره. اعمل لها نضاره ازاي؟ هحط خط كده، واروح عامله دايره كده
الناحية التانية دايرة، بس ايه بقى مش هتكمل قوي عشان هيبقى شعرها ايه مغطيها. تمام، نعمل خط كده كأن دي الرسمة قبل ما نلونها. ماشي، دلوقتي بقى هنعمل ايه زي الشاطرين، هحددها باللون الازرق. ماشي، انا بحدد الاول علشان اول حاجه انتوا عارفين انا بحب التحديد، وفي نفس الوقت الملامح عندي تظهر وكل حاجه في الرسمه بتاعتي تظهر عشان ابقى عارفه وانا ايه وانا بلون. احنا كده دلوقتي في مرحله التحديد عشان لما نيجي نلون نبقى عارفين ايه الاجزاء اللي هنلونها والاجزاء اللي مش هتتلون. عايزه اغمق جزء مثلا او كده. يا ترى بقى انتوا هتسموا الشخصيه دي ايه؟ يعني الشخصيه اللي فاتت في ناس كتبت لي، والمره دي بقى ناويين تسموها ايه؟ اكتبولي كده في الكومنتات عايزين تسموها ايه. انا تقريبا كده حددت كل حاجه انا عايزه احددها، وهنشوف دلوقتي هنلونها بايه. كده بقى تحديد في الجزء ده كده كده هيدخل في الالوان فهيبان اكتر. فنبتدي بقى نشوف احنا هنلونها بايه. مش معايا الوان كتير بس دي الالوان اللي موجوده معايا، فممكن الون التيشيرت بتاعها بالموف مثلا، والبنطلون مثلا ممكن الونه بالازرق. كده كده مش معايا الوان كتير، فالمره دي احنا مش هندخل الوان كتير كمان. فاول حاجه هنعملها هنلون الايه التيشيرت. بصوا هي الالوان اهي. لو عجبتكم الفكره اللي احنا بنعملها مع بعض دي، عجبتكم فكره ان احنا بندخل الاشكال الهندسيه ونعمل منها شخصيات كرتونيه، اكتبولي في الكومنتات ونكمل فيها في الكورس ان شاء الله. اهي شايفين كده مفضليش الا الجزء ده بتاع بقيه التيشيرت. انا ممكن كنت ادخل الوان تانية في بعض زي كل مره، بس حاسه اني لا انا مكتفيه بالالوان دي. حاسه لا يعني
مرة كده ومرة كده، يعني ممكن ادخل الوان تانية في اجزاء تانية في الجسم مثلا، البنطلون مثلا كده. بس حاسة ان انا عايزة احط الوان كلها تبقى صريحة. كده احنا عملنا ايه التيشيرت بتاعها. بعد كده نبتدي بقى في البنطلون بتاعها. فقررت ان بما ان هو التيشيرت بتاعها غامق، فانا لو حطيت درجة غامقة من الازرق هيبقى غامق قوي اللوحة. فانا هعمل ايه، هفتح شوية عشان يدي كده ايه، يبقى فيه نور شوية في الرسم. هوريكم ازاي انا قصدي عليه. يعني دايما لما تيجوا تلونوا اختاروا لون غامق مع لون فاتح، ميبقاش كل الالوان غامقة، علشان يبقى اللوحة كده فيها يعني تناغم في الالوان، يعني في غامق وفاتح، يبقى فيها كل الدرجات. يعني بصوا لما لونت الدرجة دي فرقت ازاي. لو كنت لونتها غامقة كانت هي سادنس وحزينة وكل حاجة، بس لا، بس برضو يعني فتح في الالوان. كده احنا خلصنا بقى. هنعمل بقى الجزمة بتاعتها بدرجة الموف برضو. كده اهي. بص هنعمل بقى ايه درجة، او هناخد الدرجة دي واعمل بيها وشها. شعرها بقى انا محتارة اعمله لونه ايه، بس بما ان هي زعلانة ممكن بقى اخليه درجة، يعني درجة الغامقة من الازرق، ويبقى كله لون واحد. انا بلون وشها كده كده. في الاخر المفروض ان انا هحدد بقى النضارة بالازرق زي ما حددت بقية الايه. كنت لسه محتارة بقى هلونها بايه او احددها بايه، يعني كده كده النضارة بتبقى شفافة. انا عايزة اقول لكم ان انا بقالي كتير قوي مصورتش في المكان هنا، فحاسة ان انا وانا برسم مستغربة قوي مكاني. اتعودت ان انا اعمل الكاميرا من فوق وارسم، فمستغربة قوي نفسي عشان بقالي كتير قوي مصورتش معاكم. كده عملنا الوش، هنحدد بقى الايه النضارة. نعمل بقى العين. بما ان انا اخترت الازرق الموف والازرق، فانا هختار ان انا اعمل كل حاجه بنفس الدرجات، يعني مش هطلع الوان تانية. فهعمل ايه، هخلي العين كده موف، واسيب بس الدايره الصغننه دي تبقى بيضه. انا هعمل بالدرجه دي شعرها، من الدرجه التانية دي اللي انا عملت بيها رجليها. انا كان ممكن الونها بلون مثلا شعرها يبقى احمر اصفر، بس هي اصلا الشخصيه حزينه، فلازم اخلي الوانها كلها تبقى
الوانها تدل انها يعني حزينه، علشان تبقى في المود اللي انتوا حاسين بيه. ان انا لو لونت لون فاتح هتقول لكم ان لا هي مبسوطه مش زعلانه ولا اي حاجه، لا. لما تيجي احساس انها زعلانه بالالوان هتحس الشخصيه انها فعلا متضايقه، زي الشخصيه اللي فاتت كانت متعصبه، فالالوان اللي هي كانت معموله بيها مديها فعلا احساس انها متعصبه، فاديتك الاحساس بالالوان ان هي فعلا شخصيه يعني متضايقه وعايزه. انتوا شايفين في الاخر خالص بقى بالازرق اروح عامله ايه زي كانها فصلات كده للشعر. انا بس بلون كده توتال عام للايه للشعر كله، يبقى حاجه واحده. هوريك ازاي دلوقتي نعملها. نعمل كده ايه كانها فصلات للشعر. بصوا طلعت ازاي. اخر حاجه بقى نعمل بقها باللون الاحمر ده كده، نعمل خط. فاضل اخر حاجه هنعملها برضو، نعمل لون الحواجب ونحدد كمان العين. هلونها بنفس لون الشعر. واخر حاجه هنحدد العين بالازرق زي ما حددنا كل حاجه. باي باي.